يا صباح الفل وصباح الورد صباح الياسمين، وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. اخباركم يا حبايب قلبي؟ كل سنه وانتم طيبين يا رب، واشوفكم دايما في صحه وعافيه، اللهم امين. النهارده هنعمل مع بعض غدا سريع ولذيذ في نفس الوقت. هنعمل مع بعض طبق الكبده الاسكندراني بطريقه 10/10 زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. انا حضرت معايا الكبده بتاعتي، دي كبده بلدي، وجبت معايا حته دهنه معتبره كده، وجبت اللهم صل على النبي البصل بتاعي مقشراه مجهزاه. وهنا بقى الايه، الفلفل زي ما انتم شايفين. طبعا انا بحب اقشر الكبده يا بنات، الكبده البلدي بحب اقشرها لان القش ده بيخلي الكبده تكش معاكي. فانا بحاول الى قدر ما اي حته اعرف اقشرها بقشرها، عشان ده انها ايه، حته ماسكه نفسها واقفه على حيلها كده، ما تكشش وتصغر معاكي. فده حاجه اختياري يعني، حابه ان انت تقشريها قشريها، حابه تسيبيها زي ما هي مفيش مشكله. بس للنصيحه يفضل تقشريها عشان ما تكشش وتبقى معاكي 10/10. شايفين بقى العود الاخضر والفلفل الجميل ده؟ طبعا احنا جايبين فلفل من الارض من عندنا، ما شاء الله. اللهم زد وبارك يا رب، حاجة ما شاء الله. والبصل بتاعنا طبعا انا جايبه بصل احمر وجميل. المهم حبايب قلبي، اتمنى انتوا تدعموا الفيديو بتاعي باللايك الجميل بتاعكم، وامانه امانه ما تنسوش اللايك، احلى اخوات في الدنيا. حطوا اللايك لاختكم. نفسي والله يا بنات يعني اجيب لايكات، نفسي اللايكات تعدي ال 100 لايك حتى، يعني انا مش طبعا اقول 500 والحاجات ديت يعني. ربنا يستر الحال. اذا كان الفيديو مش عاجبكم فمش عارفه اقول ايه، بس والله العظيم انا بتعب فيه. المهم، انا هقشر الكبده بتاعتي واقطعها زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، بتقشر معايا بسهوله، انها كبده بلدي ما شاء الله. والكبده البلدي بتبقى لذيذه وطعمها مختلف جدا عن الكبده اللي احنا بنشتريها اللي بتكون متلجه. طبعا احنا بتبقى الظروف امريكا دي ما بتسمحش ان احنا نجيب الكبده دي، فما فيش مشكله، بنجيب التانية وبتبقى طعمها حلو برضو، بنعملها وبتبقى والله برضو بنفس الطعم الجميل. وربنا يعين كل واحد على حاله يا رب، اللهم امين احنا واياكم. انا هقطع بقى الكبده بتاعتي زي ما انتم شايفين. طبعا هو الراجل قطعها لي، لو كان سابها حته واحده كان افضل، كنت عرفت اقشرها احسن من كده بكتير، لان هي اللي في اليوم ده طلعت عينيا. وطبعا يا بنات الكبده مش بتتغسل، الناس اللي بتقول نغسل الكبده عشان الدم اللي فيها، هي اصلا الكبده دم، فعشان نغسلها يبقى انت بتزفري الكبده. وانا سمعت معلومه من دكتور والله اعلم بيقولك ان الكبده برضو مش بتتبل قبل الشغل، يعني ما ينفعش تتبلي الكبده قبل ما تنزليها على النار. فالحفاظ على اسرتك بلاش نتبل الكبده. في ناس بتتبل الكبده بس ما فيش مشكله، انا مش عارفه بصراحه، اللي عمال يصورني انا دخت. انا دخت انا بسجل. انا ما خدتش بالي من الحاجات دي لان انا كنت طبعا بصور، وزي ما انتوا عارفين ان انا ما عنديش حامل، فبتبقى بسبوسه واقفه تصور فيا. انا مطلعه عين بسمله معايا انا عارفه، فهي تلاقي اللي عماله بقى ايه تلعب كده وتنقي الفيديو كل شويه من هنا لهنا. وهنا البصل بتاعي خرطه تخريط ناعم، ولو عندك كبه برضو حطيه في الكبه مفيش مشكله، بيطلع معاكي جميل. وان شاء الله ربنا يستر الحال اجيب الكبه باذن الله في الخطه الخمسينيه ان شاء الله. والله الخطط كتير يا بنات، الخطط كتير، عايزين نعمل حاجات كتير، ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. ادعوا لي ادعوا لي بالله عليكم، احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. ادعوا لي ربنا ييسر لنا امورنا ان شاء الله، ونجيب كل شيء ناقصنا باذن الرحمن، مش يبقى ناقص على حد اي حاجه، اللهم امين يا رب، اللهم امين احنا واياكم يا رب. هو مفيش مشكله يعني بكبه من غير كبه هنشتغل، بس هو عشان نمشي العصر يعني، فربنا ييسر امورنا ان شاء الله ونجيبها باذن الرحمن. باذن الله ربنا يصلح حال قناتنا كده وتقف على رجليها، ونجيب كل حاجه منها. بس ادعمونا بالله عليكم بالمشاهده يا اخواتي، احلى اخوات في الدنيا. ادعموني بالمشاهده، وادعموني باللايك، وادعموني بان انتوا ترفعوا منتدى وتشاركوا اخواتكم معاكم، منه ان كله يستفيد، هم يستفيد بالوصفات بتاعتنا ان شاء الله، وانا استفيد بالمشاهده، وربنا يصلح حالنا وحالكم. هنا انا قطعت كل حاجه، وجهزت كل الخضار بتاعي والكبده والدين، وظبطت الدنيا كلها. اول حاجه نزلت بشويه من الزيت او اي ماده دهنيه، وبعد كده هنزل بالدهن بتاعي اللي عندي بياخده تشويحه كده في الزيت. انا هنا بشيل منه العروق بتاعته عشان وانت بتاكليه ما تحسش ان هو بيشد معاكي. انا هسيب بقى الايه الدهن ده ياخده تشويحه حلوه كده قبل ما انزل بالكبده، اللي هي دود الحركه ديت عشان ينزل كل برضو الدهون اللي فيه وتنشف معاكي. بتفرق معاكي في الطعم جدا والله، جربوها تفرق معاكم في الطعم ان شاء الله. اتمنى اللي وصل معايا لعندي هنا ونسي يحط اللايك يحط اللايك لاختكم بقى، بالله عليكم يا احلى اخوات في الدنيا، ربنا يعزكم ويفرح قلوبكم جميعا يا رب احنا واياكم.
شايفين كده بدأت الدهن ايه يكش معانا، وبدأ ينزل كل المواد الدهنية اللي فيه. هنزل بقى بالكبدة بتاعتي، بس طبعا مش هننزل بيها كلها، احنا ننزل شوية شوية عشان نعمل لها صدمة. الصدمة دي بتحافظ على الكبدة، بتحافظ على السوائل اللي جواها. وطبعا مش هنقلب برضو الكبدة الا لما احس انها خدت صدمة من الوش اللي هي عليه، عشان ما تتهريش معانا يا بنات. واحدة واحدة كده لعند ايه ما اللي تاخد كلها الصدمة بتاعتها ولونها هيبدأ يتغير، هنقلب وهننزل بعد كده بالمرة التانية. صدقوني ده بيفرق جدا معاكم في الطعم، بيفرق في طراوة الكبدة، بتلاقيها طرية معاكي. متقلبهاش لما تاخد اللون ده، هتلاقي حتة الكبدة وانت بتاكليها كده طرية تحت ضرسك، مش بتشد ومش ناشفة. لكن ما تحطي وتعملي تنزل كل السوائل اللي فيها، ده اول شيء، وهتتهري معاكي. فلا كده احنا بنحافظ على طراوتها، بنحافظ انها تسيب المواد كل السوائل الدهنية اللي فيها، وتبقى معاكي حتة الكبدة او اي لحوم عامة لازم نعملها بالطريقة دي، بتطلع معاكي 10/10. كده انا لسه ما نزلتش باي حاجه من الخضار، لا بصل ولا فلفل ولا اي حاجه، بنشوح الكبده بس وبديها صدمه زي ما انتوا شايفين. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، لسه زي ما هي وحجمها 10/10. هنا بقى انا هنزل بالتوابل بتاعتي، طبعا ده كمون، وهننزل بالفلفل الاسود وبهارات اللحم. بهارات اللحمه برضو بتفرق جدا في الطعم، بتخليها طعمها جميل وتودي الكبده في حته تانية خالص. هنقلب بقى مع البهارات كده كده، ما بحطش ملح دلوقتي خالص يا بنات، الملح بنصبر عليه شويه. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، والله الريحه يا بنات كانت طالعه فظيعه، انا جوعت وانا بسجل معاكم. الريحه كانت ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا بقى بما ان الفلفل بتاعنا حامي، فانا بظبط الفلفل وبطلع منه العروق بتاعته، عشان طبعا لو الولاد عندي يعرفوا ياكلوا. لان عندي يعني اي بيت فيه اطفال صغيرين ما بيعرفوش ياكلوا الفلفل الحامي، فانا بضطر ان افتحه واشيل العرق اللي جواه وانضف الايه الفلفل زي ما انتم شايفين كده، عشان عيالنا ان شاء الله يستمتعوا بالاكل وياكلوا بالف هنا وشفا، من غير اي حاجه تتعبك وانت بتاكلي. ما تقدريش تاكلي وولادك يقولوا لك الاكل حامي واحنا مش قادرين ناكله، طبعا هنزعل على عيالنا وهنتعب ان هم ما بياكلوش واحنا بناكل. لا، فان احنا نرضي جميع الاطراف. وهنحط برضو قرنين حاميين كده على الصينيه، اللي عايز حامي ياكل حامي، مفيش اي مشكله. بس هو الفلفل الاخضر بيديها طعم حلو جدا والله بجد. الفلفل ده كان جاي طازه لسه مجموع، بس مالا راح جاب لنا شويه كده من الارض. ما شاء الله تبارك الرحمن، ربنا يزيد ويبارك يا رب. وهنا بقى جبت حبايه طماطم هقطعها برضو. الطماطم يا بنات والله بتفرق، جميله جدا. تقطعها تقطع صغير كده، هي بتدوب عموما، مش بنفرمها ولا حاجه ولا بتبشريها، انت بتقطعها زي ما انا بقطعها كده. وصدقيني بتدوب معاكي من كتر ما انت بتسيبي الكبده تستوي على النار صح، بتدوب معاكي وما بتلاقيش اي شكل ليها، بس بتفرق في الطعم وبتدي صوص معاكي حلو كده وبتظبط معاكي الدنيا، بتخلي الكبده حاجه 10/10. شايفين كده الكبده يا بنات عندي دلوقتي ما حطيتش اي حاجه. هنزل بقى بكميه البصل بتاعتي، طبعا انت هتقولوا البصل ده كتير، هي كده الاسكندراني يا جماعه بتحب البصل، اديها بصل تديكي كبده اسكندراني بصوص جميل بقى وحاجه 10/10. طب البصل ده هيتشوح يا دودو كده، هيتشوح يا بنات، بس اصبروا وقلبوا ايدك فيه كده على طول. وطبعا نوطي النار شويه عشان النار ما تحرقش معاكي الحله اللي انت بتشتغلي فيها. وصدقيني بتدوب معاكي البصله وبيدوب معاكي كل الخضار، وتحسي ان انت بتاكلي حته الكبده مع شويه صوص. شايفين البصل ما عادش موجود خالص يا جماعه. وننزل بقى بالفلفل بتاعنا برضو نديله تشويحه كده قبل الطماطم. شايفين البصل ما عادش موجود اصلا. ما شاء الله كله داب مع بعضه كده من كتر التقليب والتسوايه، بتلاقي كله بيدوب مع بعضه. وده بيخلي معاكي الكبده الاسكندراني تطلع 10/10. طبعا التركات ديت بتخلي معاكي الكبده مظبوطه ظابطه لا يعلى عليها. انا مش هنزل بالطماطم الا لما اشم ريحه الفلفل اللي متشوح. اول ما تشم ريحه الفلفل اللي اتشوحت معاكي هتنزلي بقى بعد كده بالطماطم. خدي بالكم من التركات يا بنات، والله بجد التركات دي بتخلي الطبخه تطلع 10/10. هنقلب بقى واسيبها مع نفسها كده كده. انا هحط نص كوبايه ميه صغيره واغطي عليها واسيبها مع نفسها شويه. نص كوبايه الميه دي يا بنات بتساعد معاكي ان الكبده تستوي، وبتعمل معاكي صوص جميل جدا وانت بتغمسيه كده بالعيش، والله بيبقى تحفه، تبقى حاجه 10/10 ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا برضو اللي عندي دلوقتي احنا يعتبر ما حطيناش الملح، هننزل بقى بالملح بتاعنا ونظبط الحدق بتاعها. شايفين دي بعد ما خلصنا واستوت وخدت حوالي عن 20 دقيقه كده على النار، على نار هاديه. ما شاء الله تبارك الرحمن، الريحه كانت جايبه اخر الدنيا. وهنا العيش بتاعنا بقى، انا بسخن العيش، طبعا ده العيش المصري اللي انا بعمله معاكم،
وانتوا شفتوا فيديوهاتي قبل كده كتير. طبعا بطلعها من الفريزر لما بدخلها الفريزر سخن عشان لما اطلعه يبقى معاكي طازه. وده كان احلى غدا النهارده بشويه عيش ما شاء الله تبارك الرحمن يجنن، وشويه الكبده مع الصوص بقى وقرن الفلفل والخيار بتاعنا. وكان غدا جميل، غدا بسيط، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوف وشكم على خير يا رب. احلى اخوات في الدنيا، مع السلامه.